السلام عليكم الغزالات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم البقوله مزوره. غتقولي يا مريم شنو هي البقوله المزوره؟ غادي نشارك معكم البقوله ديال السبانخ اللي كتجي غزاله البنات وفنه. ما نعاودش لكم صراحه الله، نتمنى تجربوها. اصلا السبانخ راه معروفين بالفيتامينات اللي فيهم والالياف وكل شيء. المهم البنات غادي ندوزو للمقادير وطريقه التحضير كما العاده. المهم عندي هنا 300 غرام ديال السبانخ اللي يكونوا هكا شويه مزيانين، واللي غسلتهم ونشفتهم في هذه الشبيكه هذه، يعني في هذه السبيره هذه اللي كتكون عندها ديك اللعيبه. غادي نحتاجو الملحه، الكمون، وزيت الزيتون. غادي نحتاجو واحد 2 فصوص ديال الثومه، واحد عصير نص حامضه، باقي غادي نعصر هاد نص حامضه. عندي الزيتون الاحمر، وعندي الربيع، وعندي ربع حامضه مصيره. هادو هما المقادير البنات. غادي ندوزو لطريقه التحضير. المهم الغزالات ديالي هنا جبت القطاعه اللي غادي نقطع فيها هاد السبانخ هادو، وجبت واحد الطنجره صغيره. تقدروا تستعملوا غير مقله، الا كانت عندكم هكا شي مقله صغيره ولا المهم متوسطه وتكون عندها الغلاقه استعملوها. انا صراحه الله هذه كتعجبني لكل شيء، تقريبا كنستعملها يوميا. صغيره. بقات لي شي حاجه اللي باقي غنحتاج نسخنها من بعد كنخشيها في الثلاجه هكا، عمليه والله. علاش غادي نستعملها حتى الا بقات لي غنردها فيها وغادي نحطها في الثلاجه. المهم البنات غادي ندوز نقطع السبانخ. من غادي نقطعوهم عشوائيين، ماشي انهم هما راه معروفين كيذوبوا كيبقاوش الحجم ديالهم. غنقطع شويه بشويه لحقاش هذه القطعه غير صغيره. قلت غنقطع شويه بشويه، هزيت على الرام. زعما فهمت سطا. المهم البنات انا اصلا ما عنديش مع التقطيع، حتى من الربيع كندوزو هكا غير في الطحانه. متديوش عليا. قريه عجبتني هذه الوصفه قلت نشاركها مع البنات. داكشي علاش راه كنشارك معكم البنات داكشي اللي كيعجبني واللي كنستمتع به وصافي. ماشي زعما انا طباخه ماهره او لا انا شاف او لا ما نعرف شنو. تنشارك معكم داكشي اللي كنصاوبو صافي. المهم الغزالات باش ما نطولش عليكم الفيديو غادي نبقى حتى نقطع هاد السبانخ كاملين ونرجع معكم. هانتوما الغزالات من بعد ما قطعت هاد السبانخ كاملين وكملتهم راني شعلت عليهم على نار مهيله، وغادي نسد عليهم وغادي نخليهم حتى يذوبوا، يعني ما يبقاوش في هذا الحجم هذا، يذوبوا ويطيبوا واحد شويه ونرجع معكم باش نزيدوا هكايا الزيت وداكشي. صافي البنات يلا انا غنسدها ونخليهم حتى يذوبوا ونرجع معكم. المهم الغزالات هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما دابوا دوك السبانخ كما كتشوفوا البنات، شوفوا شحال بقى فيهم.
شي شويه. غادي ندوز دابا نعصر هذيك الحامضه، نص حامضه. نجي هادشي كله عندي. اول حاجه غادي نضيف هذا الربيع، غادي نحك الثومه، هانتوما الغزالات. غادي نضيف العصير ديال نص حامضه، نحرك واحد شويه. غادي نضيف ديك زيت الزيتون، والملحه، والكمون. صافي الغزالات ديالي. نحرك عاوتاني واحد شويه. غادي ندوز نقطع دوك الطريفات ديال الحامض المصير. هانتوما البنات، ما نقولش لكم على ريحه طالعه ما شاء الله تبارك الرحمن. والله البنات ريحه غزاله ما شاء الله. المهم انا غادي نخلي حتى طيب ديك الثومه يطلق داك الكمون، المهم كاع العناصر تنسجم مع بعضياتها، وفي نفس الوقت ينشف هاد العصا ديال الحامض والماء اللي طلقوا، يعني تنشف مزيان، تبقى غير ديك الزويته. صافي نطفي عليهم ونرجع لكم البنات. اما بالنسبه للزيتون انا ما غاديش نضيفو دابا، غادي نخليه حتى للتالي، غادي نديرو غير للتزيين. لانه كاين اللي كياكلو كاين اللي ما كياكلوش في الدار، داكشي علاش ما غادي نخليه غير للتزيين وصافي. ما غاديش ندير نحطو في الطنجره باش يطلق المذاق ديالو. صافي الغزالات ديالي يلا غادي يطيبوا ونرجع معاكم. وهي الغزالات الوصفه ديالنا من بعد ما وجدات كما كتشوفوا. ما نقولش لكم على ريحه طالعه وعلى بنه، اقسم بالله البنات الا حسن من البقوله. انا شخصيا البقوله عزيزه عليا، ولكن كتجيني مجهده، ولكن فاش كنصاوب السبانخ بهذه الطريقه هذه عرفتوا كيجيو زوينين صحيين غزالين. ما كنتمنى انكم تجربوهم، اللي ما عمرها ما جرباتهم تجربهم وتشوفوا على بنه فيهم وتشوفوا على مذاق فيهم. شي حاجه لا توصف اقسم بالله. المهم الغزالات ديالي كان نتلاقى معكم في فيديوهات جداد ووصفات جداد ان شاء الله. كيف ما كنقول لكم دائما
وكنتمنى كما قلت لكم تجربوا الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم، ونخليكم مع السلامه.